ازاي السيدات تتفادى هشاشة العظام. معروف عالميا، الجمعيات الدولية عملت شوية خطوات كده عشان نتفاداها. ايه هي؟ نمرة 1 الرياضة، والرياضة دي تبقى صورة رياضة فيها تحميل، يعني يا مشي يا اما ايروبكس يا اما يوجا، ويستحب لو حاجات فيها كمان اوزان بسيطة. تاني حاجة التعرض للشمس، لازم يبقى ربع تلت ساعة يوميا شمس نص النهار اللي هي من 11 ل 4 تقريبا، ويبقى الوش والدراعين على الاقل. تالت حاجة كالسيوم كفاية كل يوم، والكالسيوم ده يبقى حوالي 1200 وحدة يوميا. رابع حاجة الفيتامين د يبقى 800 وحدة يوميا. خامس حاجة نتفادى السجاير، نتفادى الكحوليات، ونحاول قدر الامكان في الناس كبار السن ان احنا نتفادى الوقوع، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده ان عشان نتفادى الوقوع يا اما بناخد فيتامين د، وبنرتب البيت للناس كبار السن ان احنا نشيل المشايات او الترابيزات الصغيرة او الحاجات العفش الصغير اللي ممكن يتكعبلوا فيه، نشيل العتبات اللي على الابواب اللي بتفصل بين الاوض عشان ممكن يتكعبلوا فيها، نشيل السجاجيد اللي بتزحلق، نحط في الحمام مشايات من اللي ما بتزحلقش ونركب لهم زي هاند ريل في الحمام او درابزين يمسكوا فيه جنب الحوض وجنب التواليت وعند البانيو. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحة عظام، وتابعوني اكتر عشان تعرفوا حاجات للوقاية من امراض العظام.